أكيد كلنا شفنا الفيديوهات اللي انتشرت عن المهاجرين من المغرب لمدينة اسمها سبتة. طب إيه حكاية سبتة؟ وليه المغرب وأسبانيا مختلفين عليها لحد النهاردة؟ ركز معايا وأنا هعرفك أصل الحكاية. من كام يوم اتفاجئنا في فيديوهات لآلاف المهاجرين حاولوا يدخلوا مدينة سبتة، وأسبانيا نزلت الجيش وقوات الأمن على الحدود. بس السؤال هنا هو ليه مدينة صغيرة بالشكل ده كل شوية تعمل أزمة بين دولتين كبار؟ تعال نرجع حوالي 600 سنة لورا. وقتها كان في مملكة اسمها البرتغال، وكانت بتحاول تسيطر على الموانئ المهمة في شمال افريقيا، وكل ده علشان تتحكم في التجارة. وفي سنة 1415 البرتغال احتلت مدينة سبتة، لكن بعدها بسنين حصل اتحاد بين البرتغال واسبانيا، ولما الاتحاد ده انتهى سبتة قررت تفضل تحت حكم اسبانيا، وده اتثبت رسميا في معاهدة سنة 1668، ومن ساعتها والمدينة بقت اسبانية. طب مش حاسس انك ناسي حاجة؟ المغرب صاحبة الأرض أصل المغرب لما استقلت من الاستعمار سنة 1956 قالت يا جماعة استنوا، سبتة دي أصلا مدينتي، سبتة دي أصلا مدينة مغربية ولازم ترجع. أسبانيا كان ردها واضح، الكلام ده هناك دي بقت جزء من أسبانيا خلاص، والكلام ده من مئات السنين، وسكانها أصلا أسبان، ومفيش تفاوض نهائي على القصة دي، ومن يومها والخلاف موجود. أيوة، طب ليه الأزمة دي بتتكرر وكل فترة بنسمع عنها؟ عشان سبتة بتعتبر قطعة من أوروبا بس موجودة في أفريقيا، واي مهاجر بيقدر يدخلها يبقى رسميا وصل لاراضي الاتحاد الاوروبي. وده فعلا اللي حصل من كام يوم. الاف المهاجرين حاولوا يخشوا الحدود، فتحولت من ازمه هجره لازمه سياسيه كبيره، ورجعت الخلاف القديم كله بين المغرب واسبانيا من جديد. يعني باختصار الازمه اللي انت شايفها دي ليها جذور لاكتر من 600 سنه، وده اللي مخلي سبتة رغم انها مدينه صغيره جدا بس واحده من اكتر الاماكن حساسيه في العالم كله. خلينا نشوف الايام الجايه مخبيه ايه. لو انت مهتم باي حاجه لها علاقه بالتاريخ ما تنساش تعمل لي لايك وفولو علشان تعرف تاريخك مع احمد عبده.